السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. اليوم اشتريت مطحنه من الاستاذ علي اكسبرس، وعندكم بوكسنج الان فيها معاه مكنسه وطريقه تعليمات للدلوخ. ليش؟ للدلوخ اللي ما يعرفون سهل. الغطاء حق الليلو، والمين كاركتر. المطحنة ما شاء الله وزنها، نشوف وزنها مع بعض. شوف الارقام واضحة ولا لا؟ حاول تكون الارقام واضحة. الفلاش حرك، ارفع فوق زيادة. ايوه واضحة بس رجلك. وزنها 451 نص كيلو. بالله راح اشيلها. والله ثقيلة مرة ثقيلة. والجزء الاسفل منها قزاز. كم يشيل جرام؟ واهم شيء الاسنان حقها معدنيه 80. نحطها. مصور لو سمحت ركز، شوف من الجوال لا تشوف بعينك. حاول اشوف الساعه. حط على رقم 2، احتمال يكون خشن زياده. ابغاك توريني. اول شيء لازم تثبتها من فوق وتعدل هذا. كم تشوف في السهم درجه؟ من 1 إلى 12. نايس. انا الحين جربت 2. نسوي على ذي ماريو من الفأس الأسود، معروف لا يعرف. حط 18 جرام. الاختبار الحقيقي هو الطحانة. ايوه احنا بنطحن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الفحق. دقدقتني. تنثرت. صور الطحنة. طبعا المفروض تستخدم هذه بعد كل استخدام. بعد حط هذه، اسوي فوكس شوي. زي ما تشوف مليانة تكتلات من نظافته يعني. شوف كيف مرة كويس، مرة كويس. طيب شوفوا كيف. هذا قبل الضغط، هذا بعد الضغط. نعطيه رشتين مويه لعيون فهد. احسها كثرة. لا بس كان عندي غطا من فوق، كنت بخليكم تتسلون، لكن يلا ما عندي الحين ما تستخدمه. طش شويه مويه عشان تسخن. شاور الدش. صور من تحت. محتاج. انه يطلع كويس. احسه مرة كويس. ولا يتهيألي؟ احسه مرة كويس ولا يتهيألي؟ كويس. شوف احسه كويس ولا يتهيألي؟ تشوفون الرغوة مرة ممتازة، بس يعني في ناس المفروض معنا شك. يلا يا رب. حليب جديد يا جماعة. شكله في نفس المشكلة، اللي هو فقاعات ما منها فايدة ما ترجع. اهم شيء الاسبريسو. يعني حليب المراعي الفترة الأخيرة سيء كذا مرة جدا. هذه الحين نجربها. شوفوا في فقاعات صح؟ تهيألي لا في فقاعات والله. شوف الرسمة بدأت تتحول فقاعات. نفس الحليب اللي آخر مرة السعودية. المراعي والله. لا يوفقكم ربي. يلا سلام. اشرب هواء أعطيكم خبر.